لو بتحبي الوصفات اللي تلم العيلة يبقى لازم تشوفي الطريقة دي للنهاية. النهاردة عاملة لكم طاجن صدق بالبطاطس يدوخ اي حد يشم ريحته. دي قناتي وانا ام جودي، لو اول مرة بتشوفوني يسعدني ويشرفني متابعتكم ليا. يلا بينا نبدأ ونسمي الله. معايا نص كيلو صدق، ومعايا بطاطستين حجمهم وسط متقطعين مكعبات، وواحدة فلفل اخضر رومي، ومعلقة كبيرة توم وملح وفلفل والسبع بهارات. اول حاجة هنبتدي بيها الصدق. معايا لازم يبقى طالع من الفريزر، ويعني حلينه من التبريد بنسبة 50% عشان الصباع يبقى ماسك نفسه لما نيجي نقطعه بالمقص او بالسكينة ما يتهريش مننا. ودي خطوة مهمة جدا عشان تدينا شكل جميل للصدق. هنيجي بقى نستعد ونجهز وصفتنا. هنجيب ووك هنحط فيه زيت، واول ما الزيت يسخن هنزل معايا بالبطاطس المكعبات اللي احنا عاملينها. هما بطاطستين اتنين بس، وهسيبهم بقى يستووا نص سوا. هاجي على الوك التاني هنسوي فيه الصدق. هنزل بمعلقتين من الزيت، وهقوم نازله كمان عليهم بمعلقه كبيره من الثوم المفروم. اول ما التومه تصفر معايا وريحتها تطلع هنقوم نازلين معايا بالسجق. السجق هياخد معانا تشويحه كده جميله، وبعد كده هنقوم هقول لكم ايه اللي هيحصل بعد كده. وصفه النهارده جميله جدا، اكله سريعه طعمها خطير، ريحتها هتملى البيت كله. كل اللي هيعدي كده يقول لك انت عامله لنا ايه النهارده يا ماما. بجد وصفه جميله، وخصوصا بقى النهارده كمان هتضيف لها بطاطس بيضه، مش هنحط لها اي طماطم، يعني مش هتبقى حاميه ولا هتتعبنا. خلاص السجق اتشوح معايا ولونه غير، وطبعا احنا النار بتكون عاليه عشان ما ينزلش اي سوائل. هننزل معايا معلقه صغيره ملح، فلفل اسود والسبع بهارات. وبعد كده هقوم نازله بواحده فلفل رومي اخضر، وواحده فلفل رومي اخضر حار، زي ما انتي حابه. يعني لو مش حابه الحار ممكن تشيليه عادي. هنقلب، وبعد كده هنقوم نازلين بالبطاطس. البطاطس معايا وصلت في المرحله دي نص سوا، علشان خاطر انا بحب ان انا اسويها نص سوا في الزيت، عشان لما تيجي تخش مع الاكل ما تنزلش النشا بتاعتها ويبقى القوام بتاع الخليط بتاعنا مش حلو. بحب دايما اي بطاطس ادخلها الفرن بديها الاول كده نص سوا في الزيت الاول، كده تفضل محتفظه بقوامها وبشكلها، ما تتهريش منك معاكي في الاكله. هقوم نازله كمان بعد كده بمعلقه صغيره من بهارات البطاطس، ودي اختياري لو مش عندك بلاش. وهبتدي بقى ان انا اشوح البطاطس مع السجق. في الوقت ده هتشم ريحه جميله جدا. وهقوم نازله بكوبايه من الميه علشان البطاطس تكمل سواها هي والسجق، وتشويحه سريعه كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هقوم جايبه الطاجن بتاعي يكون سخن، هقوم نازله بقى بالسجق بتاعي والبطاطس في قلب الطاجن، ياخد الطشه الجميله دي وياخد كده شمخه الطاجن ويبقى طعمه حلو. هندخله الفرن ربع ساعه يا دوبك بس كده تحت الشوايه يكمل سواه هو والبطاطس. وبكده خلاص طلع معايا من الفرن وبقى شكله بالمنظر ده. بجد جميل ووصفة سهلة تتاكل كده بالعيش، وممكن تعملي جنبها مكرونة محمرة بتبقى خطيرة. البطاطس زي ما انتوا شايفين زي الزبدة مستوية وطعمها جميل، والسجق كمان طعمه خطير. بجد وصفة جميلة، جربوها. وانا قبل كده عملت معاكم السجق هنا في القناة بس كان بالطماطم. هنزل لكم اللينك بتاع الفيديو في علامة الاي عشان تشوفوها وتقولوا لي فيها رأيكم. وعايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في وصفة النهاردة. واوعوا تنسوا تحطوا اللايك وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم عشان الكل يستفيد، وتتابعوا القناة عشان يوصلكم كل جديد. بجد وصفة النهاردة جميلة وطعمها خطير، عايزاكم تجربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا، مع طبق ترشي بقى من اللي لسه عاملينه وعيش، وكلوا بقى وبألف هنا وشفا وادعولي. بجد وصفة جميلة وتستحق التجربة. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم. اوعوا تنسوا تحطوا اللايك وتكتبوا لي تعليق حلو كده وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. دمتم في رعاية الله وفي حفظه وفي امان.